فبرافو طبعا، هي هنا الاجابه صحيحه. بص بقى، تركه مهمه جدا جدا وانت بتحل اي سؤال بي ام بي في الامتحان. اقرا، لا تقرا السؤال بنظام قرايه الارتكل او كانك بتقرا مجله او بتقرا موضوع. دي طريقه خاطئه تماما. اقرا السؤال عامل كانك زي الديك اللي بياكل الحب. الديك ما بياكلش يقعد ياكل كده زينا متصل مع الوقت يعني، انالوج يعني، لا. الديك بيقعد يبص كده، او اي طائر يعني، ويلقط كده. ها، فخليك انت سيلكتيف جدا وانت بتقرا السؤال. اختار الكلمات الداله اللي ممكن تقول لك الاجابه فين بعد كده. فوانت بتقرا الاقي كلمه كذا، الكلمه دي ممكن تفيدني في البتاع، والكلمه دي ممكن تفيدني. الكلمات الداله دي او ما يسمى بالكي ووردز دي اللي هتخليك تنزل تجاوب بكل سهوله بعد كده وانت بتحل الامتحان. تمام. فما احنا بنسميها ما تقرا كل زي الديك يعني. اقرا سؤال كانك زي الديك كده، بتختار الكلمات المهمه. مع الوقت وكل ما تحل كتير هيبقى دي طريقه عندك، فيبقى في سنسورز كده، هتلاقي قلبك بيوصل، مش عقلك، قلبك بيوصل للاجابه الصح. يعني فاهم، احساس، هو ده فعلا كده. تحس ان الاجابه هي ايه وانت حتى مش متاكد، فبتطلع فعلا ايه. تمام كده. حلو الكلام. تعال نشوف سؤال. خلاص خلينا نروح للتوبيك